وقال عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام العشر: ما من أيام أعظم عند الله، يعني الله عظمها هذه الأيام، يجب أن نعظم ما عظم الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن، يعني حثنا على أفضل ما ينبغي أن نعمله في مثل هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهما يترجمان لنا مع السلف رحمهم الله، يترجمون لنا ما معنى التكبير والتحميد، فكانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يرفعون بها أصواتهم في الأسواق وفي المجتمعات وفي غير ذلك. وهذه الأيام أيام فاضلة. أولا ذو الحجة شهر الله المحرم، وشهر عظيم اجتمعت فيه كثير من الخيرات والفضائل. وكذلك الأيام الأولى التي هي صدر ذي الحجة الثلث الأول من هذا الشهر أيام فاضلة مباركة عظيمة، وهي أفضل أيام الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى وأقسم بها وقال: والفجر وليال عشر. وذكر جمهور المفسرين على أن الأيام العشر هذه أيام العشر من ذي الحجة، من أول إلى 10 ذي الحجة. نسأل الله أن يبلغني وإياكم مواسم الخيرات. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم من هذه الأيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني إلا الشهيد في سبيل الله الذي استشهد في ساحة المعركة. أما دون ذلك فأفضل حاجة أنك تقوم بأعمال صالحة في مثل هذه الأيام. وفي رواية أخرى في صحيح الترغيب والترهيب مخرجة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أو ما من عمل أزكى عند الله، أزكى معناتها فيه البركة أكثر وأكثر، ما من عمل فيه البركة أكثر وأوفر الأجر والحظ عند الله سبحانه وتعالى، ولا أعظم أجرا، يعني لا يوجد عمل فيه عنده الأجر عظيم ولا أزكى وأبرك من خير يعمله الإنسان في عشر الأضحى، يعني في العشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد بذلك من شيء. ومن فضائل هذه الأيام العشر أن العبادات الطيبة التي نتقرب إلى الله بها عادة تجتمع كلها في مثل هذه الأيام، فهي أيام كمال. تجتمع في مثل هذه الأيام عبادة الصلاة والزكاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، قيام الليل، تجتمع عبادة الزكاة وصدقة النافلة، تجتمع فيها الصيام، وأفضل ما يكون فيها كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى صيام يوم عرفة، ويجتمع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يجتمع فيها قراءة القرآن وغير ذلك من إصلاح ذات البين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنها أزكى وأبرك تكون فيها الأعمال الصالحة. وتستحب في هذه الأيام أعمال كثيرة، منها حج بيت الله سبحانه وتعالى، وهي أبرز الأعمال في مثل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. ويكون يوم التروية هو أول الأيام التي يهل بها الحجاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويقومون بسائر الأعمال، ومنها أيام النحر التي يقوم بها الحجاج بأعمال كثيرة فاضلة عند الله سبحانه وتعالى، تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وترفع بها مقامات العابدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويسن كذلك الصيام كما يسن في الأيام الأخرى. وآكد الصيام في هذه الأيام هي صوم اليوم التاسع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر سنة قبله وسنة بعده، يوم واحد. فيا لها من أعمال يسيرة وأجور كبيرة وفيرة، والله شكور سبحانه وتعالى. وكذلك تدبر القرآن وقراءته والتعايش معه، فإن القرآن من أعظم التجارة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن كما قلنا التجار والذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. وكذلك الصلاة صلاة النافلة والتطوع من قيام الليل، وصلاة 12 ركعة في الليل اليوم والليلة، هذه من النوافل. وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، من استطاع أن يكثر من الصلاة فليكثر. وثلاثة يحبهم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام: رجلا له بيت جميل، وامرأة حسناء، وفراش وفير،
فقام من ذلك الفراش وترك المرأة الحسناء وصلى لله سبحانه وتعالى. يقول الله في حق هذا الإنسان: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. لو شاء أن يرقد يرقد، ولكنه قام من فراشه وذكرني. فالصلاة من أعظم ما تنال به محبة الله تبارك وتعالى، وأعظم العبادات في مثل هذه الأيام التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الشرعي هي ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات والمقصد من العبادات الأعظم المشترك وهو ذكر الله. وأقيم الصلاة لذكري. إنما شرع الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأعمال الطيبة هي الصدقة. الصدقة هي من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى، لا سيما هذه الأعمال. وهي الصدقة تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. داووا مرضاكم بالصدقة. والصدقة تطفئ غضب الرب، هي من أعظم الأعمال وأسرعها. ولذلك الميت أول ما يطلبه عند حضور موته: فالصدقة وأكن من الصالحين. أول ما يذكر الإنسان عندما تأتيه المنية الصدقة، لأن أفضل ما تتصالح به مع الله أن تتصدق في سبيل الله عز وجل. وذكر ابن عمر حديثا عظيما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله وعن أفضل الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم. يعني ينفع، الذي ينفع الناس، يتصدق عليهم، يصلح ذات البين، يدخل عليهم السرور، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل. وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عن كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. يعني هذه الأعمال الطيبة التي يحبك الله بها. ومن أفضل الأعمال وأظهرها في هذه الأيام الأضحية. الأضحية كما قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. لذلك الأضحية نجدها تشترك ما بين الحاج وغير الحاج، يعني تسن فيهم جميعا. فقال: إنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ينفع من الله بمكان قبل أن يقطع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، أخرجوها وأنتم تقبلون بها على الله تبارك وتعالى. ضحوا لله عز وجل شعيرة كما أرادها الله عز وجل، تهرق الدم. الله أراد إهراق الدم، ولكن في مثل هذه الأيام بشروطها وتوصياتها ووقايتها كما هو معروف ومذاع إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أعظم العبادات وأجلها في مثل هذه الأيام الدعاء، أن ندعو الله تبارك وتعالى. وأجل الدعاء أن ينفع الإنسان به نفسه وأمته، وأن يدعو الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء والغلاء واللأواء عن المسلمين وعن العالم أجمعين، وأن يردنا الله سبحانه وتعالى إلى دينه ردا جميلا، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتاهم، وأن يثبتنا الله على دينه، وأن يجعل أحسن أيامنا يوم نلقاه. هذه من أعظم الأدعية. كذلك ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل الدعاء، قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وآخر الأعمال وأدومها ويجب علينا ألا نغفل عنها، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه العبادة التي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مهما قدمنا من أعمال، مهما بذلنا من جهد في سبيل الله عز وجل، ومهما تورمت أقدامنا في الطاعة، أو جاعت بطوننا في الصيام أو غير ذلك، فإننا لن نبلغ رضا الله إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يستغفر ويتوب. قال الله مخاطبا المؤمنين: قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذا هو شأن المسلم، أن يكون شأنه الاستغفار كما هو شأنه التنفس، ينفع نفسه بالاستغفار كما ينفع بدنه بالتنفس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يحل علينا هذه الأيام المباركة، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله.